اهلا بيكم طلاب الثانويه العامه في كل مكان. معاكم مستر محمد الصاوي. النهارده هنتكلم على الباست سيمبل والباست كونتينوس، الماضي البسيط والماضي المستمر. قبل ما نبدا في تفاصيل الفيديو بتاعنا احب افكركم بفكره القناه، ان احنا بنعمل فيديوهات قصيره لكل طلبه مصر، بحيث اي حد فايته حاجه او اي حد محتاج يراجع بسرعه على اي جرامر خده خلال السنه بيقدر بسرعه في اقل وقت ممكن يتابع معانا الفيديوهات بتاعتنا اللي هي بتبقى هدفها تلخيص كل الافكار الجرامر. وكمان هنعمل فيديوهات تانية ان شاء الله عشان نحل على كل الافكار، كل التريكات اللي جت في امتحان ثانويه عامه قبل كده. ويلا بينا نبدا مع بعض الفرق ما بين الباست سيمبل والباست كونتينوس. ويلا بينا نبدا مع بعض بالباست سيمبل تنس بزمن الماضي البسيط، اللي هو بيتكون من التصريف الثاني للفيرب. التصريف الثاني للفيرب زي ما احنا عارفين ان الافعال في الانجليش عندنا بتتكون من 3 تصريفات. عندي التصريف الاول اللي هو البريزنت، التصريف الثاني هو الباست سيمبل اللي هنتكلم عليه النهارده، والتصريف الثالث اللي هو الباست بارتيسيبل. طيب التصريف الثاني ده بيتكون من ايه؟ قال لي بيتكون من جزئين، حاجه اسمها regular verbs افعال منتظمه، وحاجه اسمها irregular verbs افعال غير منتظمه. نبدأ الأول بالأفعال المنتظمة بتاعتنا. الأفعال المنتظمة هو عبارة عن فيرب بضيف له في آخره، آخر مقطع فيه بحط له يا إما حرف الدي أو إي دي أو أي إي دي. طيب إمتى أحط دي أو أي إي دي أو إي دي؟ إمتى أحط الكلام ده؟ قال لي الفيرب لو انتهى بحرف إي بضيف له في الآخر دي، زي live lived like liked وهكذا. يبقى لو فيرب آخره إي أضيف له دي في الاخر. طيب الافعال التانية باقي الافعال بنحط لها اي دي في الاخر، معظم الافعال زي visit وهكذا. عندي بقى تركايه هنا وهو الفيرب اللي اخره واي. الفيرب اللي اخره واي زي cry اخره واي، بس قبل ما اركز على حرف الواي ابص على الحرف اللي قبل الواي اللي هو حرف الار. ده حرف consonant يعني حرف ساكن، ولو لقينا اخر حرف واي في الفيرب وقبله حرف ساكن بنشيل الواي ونضيف اي اي دي. يبقى الاي اي دي امتى؟ لما يكون الفيرب اخره واي وقبليه حرف ساكن. ممكن كمان عندي زي مثال تاني زي فيرب try tried cry cried study studied اخره واي وقبليه ساكن نشيل الواي ونخليها اي اي دي. يبقى كده دي بالنسبه للريجولار فيربس الافعال المنتظمه. بعد كده عندي حاجه اسمها irregular verbs افعال غير منتظمه. زي ايه افعال غير منتظمه؟ مش فاهم. قال لي افعال بتتحفظ زي ما هي، قائمه الافعال الغير منتظمه زي ما خدناها زمان في كل السنين الدراسيه اللي عدت علينا، زي مثلا go went see saw buy bought think thought find found eat ate وهكذا. افعال جداول افعال غير منتظمه هتلاقيها موجوده عندك في اي كتاب بتتحفظ زي ما هي. يبقى دلوقتي ببساطه كده الباست سيمبل عباره عن ايه؟ عباره عن افعال منتظمه بضيف لها في الاخر دي واي دي واي دي، وافعال غير منتظمه بحفظها زي ما هي. بعد كده عندنا استخدامات الزمن ده، اليوسج، استخدامات. يا ترى الباست سيمبل بيستخدم في ايه؟ قال لي بيستخدم عشان ايه؟ يعبر عن حدث تم في الماضي وانتهى. يبقى اي حاجه حصلت في الماضي وانتهت بنستخدم لها زمن الباست سيمبل. طيب ناخد مثال. I visited my uncle last week. انا زرت عمي امبارح او الاسبوع اللي فات. خلاص حدث تم في الماضي وانتهى. ده الاستخدام الاول. استخدام رقم 2 بقى وهو ايه؟ بيعبر عن عاده في الماضي وانتهت برضو. عاده في الماضي وانتهت. ناخد مثال مع بعض. When he was young لما كان صغير he always played football كان دايما بيلعب كوره. خدت بالك بقى when he was young دي كانت فين؟ كان في الماضي. طب شايف كلمة always دي كلمة من الكلمات دالة على الهابتس العادات، بس خلي بالك العادة هنا في الباست مش في البريزنت. عشان كده شايف كلمة was اللي في الأول، فبالتالي هستخدم played التصريف التاني أو الماضي البسيط عشان العادة بتاعتنا هنا في الماضي. يبقى عادات في الماضي بستخدم past simple. في هنا بقى تريكة مهمة جدا جدا جدا. احنا أخدنا حاجة في الانجليش عندنا بتعبر عن عادة في الماضي وانتهت. حد فاكر؟
حد فاكر؟ ايوه تمام، used to اللي كانت بتعبر عن عادة في الماضي وانتهت، نفس الاستخدام بالظبط بتاع الماضي البسيط. يبقى اذا هنا ايه؟ بص الجملة دي بقى، when he was young he used to play football، لما كان صغير كان متعود يلعب. اذا الخلاصة بقى هنا ايه، او الاستنتاج هنا ايه؟ ان الباست سمبل ماضي بسيط بيساوي used to بلس infinitive، ماضي بسيط يساوي used to بلس infinitive. وخلي بالك عشان ممكن تشوف فكرة زي دي في امتحان الثانوية العامة. بعد كده عندنا الكي ووردز او الكلمات الدالة على زمن الباست سمبل. الكلمات الدالة على الباست سمبل معروفة ومشهورة جدا زي yesterday امس، last السابق last week last year، in the past في الماضي، ago منذ 2 years ago منذ عامين، 3 month ago منذ 3 أشهر. عندي كمان كلمة once يعني معناها ذات مرة، one day في يوم من الأيام. وكمان ما تنساش حرف الجر in لما بيجي بعده سنة في الماضي، in 2014 in 1973 in زائد سنة في الماضي. دي الكلمات الدالة على الزمن. yesterday last in the past ago one day once in زائد سنة في الماضي. بعد كده عندنا بقى الايه؟ النيجاتيف، النفي. ازاي انفي زمن الباست سمبل؟ قال لي بتنفيه بكلمة اسمها didn't plus infinitive، didn't زائد المصدر. طب اديني مثال. she worked هي اشتغلت. طب عاوز اقول ما اشتغلتش، she didn't work. لاحظت ان الفيرب worked في الماضي اخره ايدي، لما جيت نفيته ب didn't خليته فين؟ خليته في المصدر she didn't work. قال لي كمان مش بس بننفي ب didn't، احنا كمان بننفي بكلمة never و no longer. بس في فرق، لما بنفي ب didn't ب no longer و never ما بس بخلي الفيرب زي ما هو في التصريف التاني بتاعه. يعني ايه؟ she worked هي اشتغلت في الماضي، she never او she no longer worked هي ما اشتغلتش. بس يبقى دلوقتي الفرق بين didn't و no longer و never، didn't بيجي بعدها الفعل في المصدر، no longer و never الفيرب في التصريف التاني زي ما هو. بعد كده هنتكلم على الكويشن، السؤال. ازاي اكون سؤال في زمن الباست سمبل؟ ببساطة بنبدأ بالفعل المساعد did، بعد كده السبجكت الفاعل بتاعنا، بعد كده الانفينيتيف. يبقى did فاعل، انفينيتيف مصدر. مثال: Did you go to the school yesterday؟ Did you go to the school yesterday؟ هل ذهبت المدرسة أمس؟ هنا بقى بدأنا في إيه؟ السؤال بتاعنا بدأنا بدid، هنا بيبقى معناه هل. بجاوب السؤال ده إزاي؟ yes or no. yes I did، no I didn't. يبقى في الماضي البسيط بسأل بدid ورا subject ورا infinitive، ولما أجي أجاوب على السؤال ده بجاوب yes or no. yes I did، no I didn't. هل في عندنا نوع تاني بقى من الأسئلة وهو سؤال بالكويشن وورد بأداة الاستفهام؟ كل الحكاية اللي احنا هنجيب أداة الاستفهام قبل did ونكون السؤال عادي جدا. يبقى أداة استفهام did فاعل infinitive مصدر. مثال: Where did you go yesterday؟ Where did you go yesterday؟ بدأنا ب where الاستفهام بتاعتنا، did فعل المساعد بتاعي عشان احنا بنتكلم في الباست في الماضي، الفاعل you والانفينيتيف المصدر go، ونكمل بقية الجملة بتاعتنا. بعد كده عندنا الباست سيمبل باسيف، المبني المجهول في الماضي البسيط. قبل ما نتكلم على المبني المجهول في الماضي البسيط عاوز اعرف يعني ايه باسيف، يعني ايه مبني المجهول اساسا. تعال نشوف مثال مع بعض كده ونشرح عليه يعني ايه باسيف. تعال نشوف المثال ده: منى cleaned the room. منى cleaned the room. منى هنا subject فاعل، cleaned هنا verb، the room ده اسمه ايه؟ اسمه object يعني مفعول. ادي فاعل منى، verb cleaned، the room مفعول. الجملة دي في الانجليش اسمها active. active يعني مبني للمعلوم. يبقى اذا مبني المعلوم يعني ايه؟ يعني جملة بدأت بفاعل، جملة بدأت بفاعل هو اللي قام، هو اللي عمل يعني الفعل. طب الباسيف؟ قال لي الباسيف بقى لا ده حاجة تانية خالص. قال لي جملة الباسيف جملة بتبدأ بالمفعول the room. يبقى هنا ايه الفرق بقى بين الاكتف والباسيف؟ الاكتف بتبدأ بفاعل هو اللي عمل الفيرب، لكن الباسيف
جملة بتبدأ بالأوبجكت المفعول. بدأنا بذروم، طب وبعدين؟ بعد كده بقى عندي قاعدة ثابتة بتقول بتجيب فيرب تو بي. بجيب ايه؟ فيرب تو بي فين؟ بجيب فيرب تو بي في زمن الجملة بتاعتي. أنا جملتي هنا زمانها باست سمبل، ماضي بسيط، آخرها ايه دي اهو. فبالتالي هجيب فيرب تو بي فين؟ في الماضي، اللي هو هنا مين؟ ذروم تاخد ايه فيرب تو بي الماضي؟ هو فيرب تو بي أصلا بيتكون ايه؟ هفكرك تاني، فيرب تو بي ام از ار ده مضارع، الباست ووز او وير. طب هنا بنتكلم في الباست يبقى ووز يا ايه؟ يا ووز يا وير. هنا ذا روم مفرد تاخد ووز، يبقى ذا روم ووز. ادي الجزء الاولاني من الباسيف، بجيب فيرب تو بي حسب زمان الجمله. الجزء الثاني بقى قال لي بجيب الباست بارتيسيبل، التصريف الثالث من الفيرب بتاع الجمله الاساسيه اللي هو كليند. الحمد لله كليند هو التصريف الثاني والثالث بتاع الفيرب كلين، التصريف الثاني والثالث. اذا يبقى ذا روم ووز كليند، يبقى الجمله تقول ايه بقى الباسيف؟ ذا روم ووز كليند باي منى. ممكن احط منى في الاخر واقول له قبلها باي، يبقى الحجره تم تنظيفها باي منى. ده ايه ده؟ ده اسمه باسيف مبني للمجهول. ده اسمه ايه؟ باسيف مبني للمجهول. يبقى بالتالي الاكتف جمله بتبدا بسبجكت بفاعل، والباسيف جمله بتبدا بالمفعول. يبقى الباسيف ببساطه بجيب مفعول في الاول واجيب فيرب تو بي حسب زمن الجمله بتاعتي وبعديها باست بارتيسيبل. يبقى دلوقتي لما حد يسالني يعني ايه او الباسيف بيتكون من ايه في زمن الباست سمبل، اقول له ايه؟ اقول له الباسيف عموما بي باست بارتيسيبل. جميل، بي تصريف ثالث. طب احنا بنتكلم في الباست دلوقتي، اقول له ووز او وير وبعد كده ايه؟ بعد كده الباست بارتيسيبل. يبقى الباسيف في الايه؟ في الباست سمبل المبني للمجهول في الماضي البسيط بيكون من ووز او وير بلس باست بارتيسيبل. عندنا كمان مصطلحات او اكسبريشن تستخدم في زمن الماضي البسيط لما اكون بتمنى في المضارع. تعالوا مع بعض الاول نشوف الاكسبريشن دي، المصطلحات دي، وبعد كده نتكلم نشرحها بالتفصيل. عندي حاجه اسمها I wish، wish معناه يتمنى. كمان عندي it's time، it's time حان الوقت. عندي I'd rather او I would rather. كل الاكسبريشنز دي المصطلحات دي كلها بيجي بعديها الفاعل وبعد كده زمن الماضي البسيط. يبقى I wish، it's time، I'd rather، بعد كده subject وبعد كده ماضي بسيط. كل المصطلحات دي كلها او الاكسبريشنز دي كلها بيجي بعديها فعل ماضي بسيط. بمعنى ايه؟ لما اكون عاوز اتمنى حاجه تحصل في المضارع. تعال نشوف امثله مع بعض عشان نفهم اكتر. اول مثال بيقول لي I wish I had a new mobile. My mobile is very old. انا نفسي يكون عندي موبايل، الموبايل بتاعي قديم. نفسك يكون عندك موبايل امتى؟ دلوقتي، في البريزنت، في المضارع. يبقى لما اجي اتمنى في البريزنت بستخدم وش وبعديها ماضي بسيط. لو لاحظت الفيرب هاد الماضي فيرب هاف. شوف مثال كمان، It's almost midnight. It's time we went home. يعني الوقت اتأخر، midnight منتصف الليل، حان الوقت اللي احنا ايه؟ نذهب إلى المنزل. هنا استخدمنا went بعد it's time برضو تمني فين؟ في البريزنت في المضارع. يبقى it's time فاعل ماضي بسيط. عندي كمان I would rather، I would rather بيجي وراها subject الفاعل وبعد كده past simple الماضي البسيط، يعني برضو معناه أتمنى. I'd rather she studied well، أتمنى إن هي تذاكر بجد أو تذاكر جيدا، برضو بتمنى في البريزنت. وبكده يبقى خلصنا زمن الباست سمبل ونروح مع بعض لزمن الباست كونتينوس. يلا بينا بقى مع بعض نبدأ زمن الباست كونتينوس الماضي المستمر. الماضي المستمر تكوينه بيتكون من was أو were والverb plus ing. يبقى past continuous بيتكون الماضي المستمر كون was أو were والverb plus ing. طب قبل ما نكمل الاستخدامات عاوز أقول لك إن ما تنساش إن was كان بيجي معاها الضمير I وهي وشي وإت وأي اسم مفرد، were كان بيجي معاها they you we وأي اسم جمع. يبقى مفرد مع was were معاها الجمع. ده تكوين الباست كونتينوس بمنتهى البساطة. استخدامات الباست كونتينوس، اليوسج، الاستخدامات بتاعت الماضي المستمر. وهي الماضي المستمر بيعبر عن ايه؟ تعالوا مع بعض نشوف المثال ده، ومن خلال المثال ده هنشرح مع بعض استخدامات الباست كونتينوس. بيقول yesterday Karen and Joe played tennis.
they started at 10 o'clock and finished at 11:30. هما امبارح كارين وجو بيلعبوا تنس، بدأوا الساعة 10 وخلصوا 11:30. الكلام ده كله حصل امتى؟ yesterday، امبارح، يعني الكلام كله في الماضي. طب سؤال هنا بقى، at 10:30 يعني الساعة 10:30 تقريبا، ايه اللي كان بيحصل 10:30 امبارح؟ ايوه they were playing tennis، كانوا بيلعبوا. يبقى لما بحدد نقطة زمنية في الماضي، بستخدم دايما الباست كونتينوس. اثناء او لحظة 10:30 دي كان الحدث بتاعي كان مستمر في الماضي. يبقى لما اذكر لك نقطة زمنية في الماضي وليكن الساعة كذا، يبقى هستخدم زي ما الباست كونتينوس، حدث كان مستمر في الماضي في نقطة زمنية محددة في الماضي. الحدث ككل انتهى، ولكن في اللحظة 10:30 على سبيل المثال كان الحدث ساعتها كان مستمر. يبقى دلوقتي نفرق بالباست كونتينوس والباست سيمبل ازاي؟ الماضي البسيط بيعبر حدث تم في الماضي وانتهى خلاص. I played yesterday، انا لعبت امبارح. لكن الساعة 10:30 امبارح كنت بعمل ايه؟ تمام، I was playing، كنت بلعب. يبقى بسيط انتهى في الماضي، لكن المستمر كان شغال بس في نقطة زمنية معينة، ولتكن الساعة 10:30 في المثال بتاعنا. تعال نشوف الأول الكيوردز، الكلمات الدالة على زمن الباست كونتينوس. طبعا أشهرها وأهمها هو نقطة زمنية في الماضي. قلت لك الساعة 7 امبارح yesterday، at 7 yesterday، at 10 yesterday، أي ساعة في الماضي يبقى باست كونتينوس. وكمان عندي كلمة all night، all day yesterday، امبارح طول اليوم، امبارح طول النهار، كل ده برضو بستخدم. في حتة خطيرة بقى عندي، وهي في بعض الأفعال التي لا تستخدم في الأزمنة المستمرة. عندنا بعض الأفعال التي لا تستخدم في الأزمنة المستمرة. زي إيه كده؟ زي أفعال الحواس، verb of senses. يعني على سبيل المثال عندي أفعال زي verb see، hear، smell، taste، feel، seem. أفعال تاني زي أفعال الفيلينجز، أفعال الشعور، love، like، hate، want، need، prefer. كل دي أفعال ما تجيش في الأزمنة المستمرة، يعني لا يجوز استخدامها مع الماضي المستمر أو أي زمن تاني مستمر، سواء مضارع أو ماضي أو مستقبل مستمر. ما تجيش الأفعال دي، والجزئية دي ممكن يتسأل عليها في الامتحان بنسبة كبيرة. سؤال خطير وجزئية مهمة جدا 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 في امتحان الثانوية العامة. عندنا كمان أفعال لا تستخدم في الأزمنة المستمرة، زي أفعال الثينكينج، أفعال الاعتقاد، زي verb think، الverb know، الverb believe، understand، remember. كل دي أفعال ما ينفعش نستخدمها في الأزمنة المستمرة. عندي كمان أفعال زي verbs of state، أو أفعال الثبات اللي ما فيهاش حركة، زي verb to have معنى يمتلك، الverb belong معناها يخص، verb to be الشهير بتاعنا بمعنى يكون، و own يمتلك، include يتضمن، ولوك هنا معناها يبدو. كل دي أفعال ما بتجيش في الأزمنة المستمرة. بعد كده هناخد أمثلة على إيه الأفعال دي، وتعال نشوف أول مثال مع بعض. I was at home at 10 yesterday. أنا كنت في البيت امبارح الساعة 10. طب فين المشكلة هنا؟ خلي بالك هنا، مش إحنا قلنا لما يديني وقت محدد في الماضي at 10 yesterday امبارح الساعة 10، مش ده past continuous ماضي مستمر؟ تمام. فين بقى الباست كونتينوس هنا؟ هنا مش هينفع نستخدم الباست كونتينوس الماضي المستمر، عشان الفيرب عندي فيرب تو بي اللي هو ما ينفعش يجي في الاستمرار. فاعمل ايه؟ هستخدم الباست سيمبل الماضي البسيط، واقول I was at home at 10 yesterday. مش هينفع استخدم ماضي مستمر عشان الفيرب was هو فيرب تو بي، وبالتالي لا يجوز استخدام فيرب تو بي في الازمنه المستمره. تعال نشوف مثال كمان. She seemed ill when I visited her. كانت تبدو مريضة لما زرتها. طب الفيرب seem نفس الكلام، ما بيجيش في الأزمنة المستمرة، عشان كده seemed هتبقى past simple بدل من ما هتكون past continuous ماضي مستمر. بعد كده عندنا فقرة بقى زي ما قلنا تعودنا مع بعض، فقرة تريكاتو. ايه الفكرة هنا؟ تعال نشوف المثال ده. She was thinking about something important when the phone rang. المثال ده عاوز اعرف هو صح ولا غلط. ايه رأيك؟ مش احنا قلنا verb think ما يجيش في الاستمرار زي ما قلنا من شوية verb think؟ تمام. اقرا كده المثال تاني وشوف
هل ينفع استخدام think هنا ولا لا؟ هنا الفيرب think يا جماعة ليه معنى تاني مش معنى يعتقد. هنا الفيرب think ليه معناه يفكر، فبالتالي في بعض الأفعال عندنا لو جت بمعنى تاني غير معناها اللي احنا عارفينه هنا هينفع يجوز استخدامها في الأزمنة المستمرة. زي الفيرب think هنا ما ينفع يجوز استخدامه في الماضي المستمر، زي المثال ده she was thinking about something important، يعني هي كانت بتفكر في حاجة بتفكر في حاجة في شيء مهم when the phone rang، لما التليفون رن. يبقى هنا الفيرب think مش معناه يعتقد، هنا معناه يفكر، وبالتالي لو الفيرب think جاب معنى يفكر يجوز استخدامه في الزمن الماضي المستمر، ولو كان معناه يعتقد ما ينفعش نستخدمه في الماضي المستمر. يبقى بالتالي هنا الفيرب think معناه يفكر ومش معناه يعتقد، يبقى الجملة دي صح عشان الفيرب think معناه يفكر مش معناه يعتقد. تعال نشوف مثال كمان. علي was having dinner when I phoned him. ايه رأيك فيرب have؟ لسه قايلين من شوية برضو have مجيش في الاستمرار. يا ترى have هنا صح ولا غلط؟ هنا have هنا صح، لأن هنا have بمعنى يتناول، والفيرب have لما يكون معناه يتناول يجوز استخدامه في الأزمنة المستمرة، لكن لو بمعنى يمتلك ما ينفعش نستخدمه في الأزمنة المستمرة. تعالوا بقى مع بعض نشوف الروابط اللي بتستخدم في الماضي المستمر. عندي while when وas وجاست as. الروابط دي كلها بيجي بعديها زمن الباست كونتينوس الماضي المستمر، والجملة التانية بيجي بعد كده past simple. يبقى الروابط دي while when as just as بيجي بعديها past continuous، والناحية التانية past simple ماضي مستمر ماضي بسيط. طيب قبل ما ندي أمثلة، ايه علاقة الجملتين ببعض؟ ايه يا ترى علاقة الجملتين دول ببعض ايه؟ الباست كونتينوس هو الحدث اللي كان مستمر، والباست سيمبل هو الحدث اللي حصل اثناء ما الحدث المستمر كان شغال. تعالوا بقى نشوف المثال ده ونشوف ايه علاقة الجملتين ببعض والحدثين ببعض. while we were playing، وانا كنت بقى واحنا بنلعب I broke my leg يعني رجليا كسرت. يبقى هنا ايه اللي حصل؟ احنا كنا بنلعب، ده حدث ماضي مستمر we're playing، والفيرب الماضي البسيط I broke my leg رجليا كسرت اثناء اللعب ما كان مستمر. ماضي مستمر ماضي بسيط، حدث كان شغال، حدث تاني حصل اثناءه. وتعالى نشوف مثال كمان. just as she was cooking she burned her hand، وهي كانت اثناء ما كانت بتطبخ ايديها اتحرقت. يبقى ايه اللي حصل؟ هنا كان حدث شغال was cooking، والباست سيمبل الماضي البسيط حدث اثناءه. لما يكون عندي حدث مستمر وحدث تاني حصل اثناءه بستخدم while او as just as، وwhen كمان يجوز استخدامها في الحالة دي past continuous past simple. تعالوا بقى مع بعض نشوف while when وas just as تاني بيجي بعديها ايه؟ قال لي ممكن يجي بعديها past continuous ماضي مستمر. الحدثين في الماضي المستمر امتى بقى؟ قال لي لو الحدثين حصلوا مع بعض بالتوازي. تعال نشوف امثله مع بعض. while I was watching TV my mother was cooking. هنا وانا بعمل ايه؟ انا كنت بتفرج على التلفزيون my mother was cooking كانت بتطبخ. هنا الحدثين شغالين مع بعض بالتوازي، مفيش حاجه حصلت اثناء التانيه. مثال كمان، المثال اللي بعده as she was studying her mother was washing the dishes. هي كانت بتذاكر و her mother كانت بتغسل الاطباق. الحدثين دول ماشيين مع بعض بالتوازي. وهنا لما يكون عندي حدثين مستمرين في نفس الوقت بستخدم past continuous. بعد كده عندنا when بيجي بعديها past simple past continuous ماضي بسيط ماضي مستمر. when my father arrived I was watching TV. يبقى هنا بعد when بسيط مستمر، لكن بعد while مستمر بسيط او مستمر. عندنا بعد كده معلومة خطيرة جدا بتقول لي ايه؟ في حالة عدم وجود فاعل بعد while مفيش subject بنستخدم ing على طول. while watching TV my father fell asleep. while watching تبقى معناها اثناء المشاهدة، يبقى طالما مفيش فاعل بعد while
ing على طول، مفيش فاعل بعد while، ing على طول. بعد كده عندنا بقى ايه؟ خلي بالك بيقول لي لا يمكن تطبيق الحالة السابقة إذا كان الفعلين مختلفين. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني بص المثال ده: while I was watching the match my brother arrived. لاحظت ايه؟ الفاعل الاولاني I في الجملة الأولى، والفاعل الثاني في الجملة الثانية هو my brother. يبقى هنا في فاعلين ايه؟ مختلفين. في الحالة دي ما ينفعش استخدم قاعدة while ing بدون فاعل، ما تنفعش. ليه؟ لأن الفاعلين مختلفين. يبقى طالما الفاعلين مختلفين ما ينفعش أضيف while ing على طول. يبقى الفاعل في الجملة الأولى I هنا مختلف عن الفاعل في الجملة الثانية، فبالتالي مش هينفع نستخدم قاعدة while ing بدون فاعل. يبقى هتبقى عاملة ازاي؟ هتبقى زي ما هي كده، ما ينفعش نحط while. يعني ما اجيش هنا اقول ايه؟ محدش يقول لي ما ينفعش اقول while watching على طول هنا، ما ينفعش. ليه؟ لأن الفاعل I مختلف عن الفاعل في الجملة الثانية my brother. امتى بقى؟ امتى؟ لو الفاعل I ده هو my brother. يعني هنا لو في I وهنا في I، هنا في my brother هنا في my brother، يبقى الفاعلين متشابهين اعمل while ing. الفاعلين مختلفين استخدم ماضي مستمر عادي جدا. بعد كده يمكن استخدام حرف الجر او حروف الجر بعد while في حالة عدم وجود فاعل. مثال كده: while on holiday، while at home، while in Paris. يبقى دلوقتي يجوز استخدام حروف الجر بعد while. يعني ممكن while ing بدون فاعل، while حروف جر بعدها حسب بقى ايه اللي بيجي بعد حرف الجر. on مع holiday، at home، in Paris، وهكذا. يبقى while حروف جر، while ing بدون فاعل. وما ننساش عندنا بقى حاجة تانية اسمها ايه؟ عندنا حاجة اسمها during معناها أثناء. during معناها ايه؟ أثناء. بيجي وراها الناون اسم، بيجي وراها ايه؟ اسم ناون بعد ايه؟ during على طول. ندي مثال كده: during my stay in Cairo، during my stay in Cairo أثناء إقامتي في القاهرة. during breakfast أثناء الفطار. during my holiday أثناء أجازتي. يبقى during وراها ايه؟ وراها noun. during معناها أثناء، بيجي بعدها الناون. بعد كده عندنا ايه؟ حرف الجر on بيجي بعديه ing. ناس كتير بتتلخبط في on ده بقى. احنا عاوزين نعرف قبل ما ناخد المثال بتاع on، عاوز اعرف هي on معناها ايه وراها ing. معناها عند حدوث فعل معين او شيء معين. ناخد المثال عشان نفهم اكتر. on seeing the accident I called the police. عند رؤية الحادثة انا اتصلت بالبوليس. يبقى on seeing عند رؤية، يعني اول ما شفت الحادثة، اول ما شفت الحادثة اتصلت بالبوليس. يبقى on ing معناها ايه؟ عند. مثال كمان: on hearing the news عند سماع الأخبار، يعني أول ما سمعت الأخبار I decided to leave قررت أغادر. وتعالوا نشوف مع بعض الباسيف في الباست continuous، المبني المجهول في الماضي المستمر. تعالوا نشوف مثال مع بعض الأول. بيقول لي my sister was making a cake. my sister was making a cake. الجملة دي زي ما قلنا قبل كده اسمها active مبني المعلوم، عشان بدأنا بالفاعل زي ما قلنا قبل كده، وزمنها ماضي مستمر، زمن الجملة past continuous. ازاي نحولها لباسيف؟ زي ما تعودنا هنبدأ بالobject المفعول اللي هو a cake، وبعد كده هنجيب verb to be plus past participle. بس عشان هنا احنا ماضي مستمر هنبدأ ب was being، وبعد كده هنجيب verb made التصريف الثالث past participle من make، يبقى a cake was being made by my sister، ويبقى حولنا الباسيف في زمن الباست continuous. يبقى خلاصة الباسيف في الباست continuous ايه؟ بنجيب was او were، وبعد كده being، وبعد كده past participle. يبقى باسيف past continuous باسيف، الباسيف في الماضي المستمر بيكون من was او were plus being plus past participle. وبكده يبقى خلصنا ال past simple past continuous active وباسيف بتاعهم. وما تنسوش سبسكرايب والشير واللايك لو عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.